السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الباترن التاسع اللي موجود معانا اللي هو الكومبوزيت باترن. طيب ايه هو الكومبوزيت باترن؟ لو احنا جينا بصينا للديفينيشن بتاعه بيقول composite is a structural design pattern that lets you compose objects into three structures to represent part whole hierarchies. طيب يعني ايه الكلام ده؟ لو احنا خدنا الجزء الاول ان هو الكومبوزيت از ستراكشرال ديزاين باترن، هو من نوع الاستراكشر ديزاين باترن المسؤول عن تنظيم العلاقات بين الاوبجكتس وبعضها. تمام. الجزء الثاني بيقول that lets you compose objects into three structures to represent part whole hierarchies. طيب يعني ايه؟ بيسمح لك تبني الاوبجكتس اللي عندك على شكل 3 structures، يعني تقدر تكون كائنات جوه كائنات تانية، اوبجكتس جوه اوبجكتس تانية. طيب عشان خاطر توضح الجزء ده، لو احنا جينا بصينا هنا ده اي كوميرس سيستم مثلا، وانا عاوز اقاد في الكارت اللي موجوده عندي البرودكت اللي انا اخترتها من الاي كوميرس سيستم اللي موجود. فانا جيت انا عندي بعض المنتجات اللي هو زي الهامر منتج لوحده، بروح اجيب المنتج ده الهامر ده مثلا وليكن سعره مثلا 100 جنيه او اي حاجه. طيب عندي برضو في نفس الوقت عندي فيه بندل، البندل ده فيه جزء اللي هو التشارجر وفي جزء تاني اللي هو الفون، وجوه الفون اللي موجود عندي ممكن تشتري مثلا فون وهيدفون في نفس الوقت، بندل جوه بندل، يبقى ده بندل جوه التشارجر وجوه بندل تانية اللي هو الفون جوه الفون والهيدفون اللي موجود عندي. فانا هنا عملت 3 ستراكشرز، عملت اوبجكت جوه اوبجكت عشان خاطر اوصل في الاخر للجيت برايس اللي موجود عندي، عشان خاطر اجيب مجموع او التوتال اللي موجود عندي لاسعار كل المنتجات اللي انا اخترتها دي. طيب عشان خاطر توضح معانا برضو، بص لو احنا جينا بصينا هنا، انا الهيراريك اللي موجود عندي بالشكل ده شكل التري، انا جيت في المين باندل اللي موجود عندي انا اخترت مثلا لابتوب. تمام. اللابتوب ممكن اشتريه لوحده، وممكن اللابتوب بالماوس بالكيبورد بسعر محدد معمولين كبندل لوحدهم. وفي نفس المين باندل انا عندي مونيتور وعندي ادابتر، فدول على بعض كده بسعر معين. ممكن انا اختار اللابتوب لوحده مع المونيتور مع الادابتر، وممكن اختار اللابتوب بالبندل بتاعته مع المونيتور مع الادابتر. وممكن كمان ان انا اختار برودكت تاني لوحده اوتسايد ذا بندل، بره البندل منتج لوحده، ومليت الكارت بتاعتي بالبندل والبرودكت لوحده. فهي دي الجزء بتاع التري ستراكشرز، ان انا عندي اوبجكت جوه اوبجكت جوه اوبجكت. تمام. طب لو احنا جينا بصينا للجزء الثاني بيقول ايه؟ it lets client treat individual objects and composition uniformly through a common interface. يعني ايه الكلام ده؟ بيخلي كل الكلاينتس اللي بيستخدموا الجزء ده من الكود عندي مش فارق معاهم ايا كان ده برودكت او بندل او بندل جوه بندل، ومش فارق معاهم اي حاجه، كلهم بينفذوا في الاخر انترفيس موحد بيقول لهم في الاخر جيت برايس، بيروح هو ينظم كل دون ويطلع لي البرايس بتاع البندل او البرودكت او ايا كان جوه الكارت نفسه. فهو ده المفهوم الخاص بالكومبوزيت باترن، زي ما احنا شفنا هنا اللي هو انترفيس واحد، والبندل بيمبلمنت نفس الانترفيس، والبرودكت بيمبلمنت نفس الانترفيس، وفي الاخر في الشوبينج كارت بطلع الكالكوليت توتال بناء على الاي كارت ايتم، سواء بقى في الكارت ايتم ده بندل برودكت ايا كان، هو يطلع لي في الاخر التوتال بتاع البرودكتس دي. فعشان خاطر توضح معانا بشكل اكبر خلينا نشوف المثال العملي. لو انا جيت بصيت عندي هنا في الابلكيشن هلاقي عندي برودكت في نيم وبرايس، وعندي اللي هو الكارت كلاس بتاع الكارت اللي موجود عندي، في ليست من البرودكت، وفي عندي 3 ميثودز موجودين هنا اللي هو اد ايتم، بضيف ايتمز على الكارت اللي موجود عندي، وبعمل كالكوليت للتوتال برايس، وبعمل برنت للايتمز اللي انا اخترتها، في نفس الوقت بيطبع لي التوتال برايس. طب لو انا جيت هنا في البروجرام كلاس، هنا انا عملت فار كارت ايكوال نيو شوبينج كارت، وبعد كده ضفت ايتمين اللي هو الماوس والكيبورد، واديت واحد 200 و300، وبعد كده عملت برنت. لو انا جيت بصيت هنا على الاوتبوت اللي موجود عندي، قال الماوس ب 200 والكيبورد ب 300 والتوتال عندي ب 500. طيب جميل جدا ممتاز لحد هنا. طيب جه بعد كده قال لي البيزنس ان احنا عندنا في بعض الايتمز هتكون جيفت، ممكن تكون عليها سعر وموجوده، بس اما انزلها في الكارت اللي موجود عندي، لو انا خدت مثلا ماوس او كيبورد بتنزل عندي في الكارت بتبقى السعر بتاعها بصفر. مثلا لو انا خدت ماوس، خدت اللي هو الماوس باد، ممكن اخدها بزيرو. لو انا خدت الماوس والكيبورد تيجي تنزل لي في الكارت اللي موجود عندي تبقى هديه مثلا بزيرو برايس. طيب عشان خاطر اعمل كده المفروض اعمل ايه؟ هاجي هنا اقول له اد نيو كلاس، واقول له اسميه جيفت ايتم، جيفت ايتم. طيب ممتاز جدا، انا كل اللي انا عاوزه ان هو يبقى موجود في الكارت اسمه والتوتال بتاعه كده كده هيبقى يكون بصفر. هاجي هنا اقول له بروب واقول له سترينج وادي له بس النيم بتاعه.
طيب ممتاز جدا. هاجي هنا بقى في الكارت، الكلاس بتاع الكارت اللي موجود عندي، هاجي هنا اخلي ده اعمل له كومنت، واجي هنا في الكالكوليت المفروض اقول له هنا فور اتش عشان خاطر الف على الايتمز اللي موجودين عندي اللي نوع برودكت هخليه يحسب البرايس بتاعه، واللي نوعه جيفت هخليه يحسب البرايس بتاعه بصفر. فاجي هنا اقول له var ايتم ان اندرسكور ايتمز، واجي هنا اقول له اف لو الايتم اللي موجود عندي از برودكت، لو هو من نوع برودكت، هاجي هنا اقول له التوتال، خلينا هنا نيجي هنا كده نعمل، اقول له ديسمال توتال ايكوال صفر، واجي هنا اقول له التوتال بلس ايكوال البي دوت برايس. طيب كل عناصر يلف عليهم ويديني البرايس بتاعهم، واجي هنا اقول له else if لو الايتم is gift item، اقول له هنا جي، اقول له رجع لي التوتال بلس ايكوال 0. طيب ممتاز جدا لحد هنا. خلينا نشيل ده، هنا مديني عشان خاطر هنا اقول له هنا اوبجكت مؤقتا وهنا اوبجكت. طيب جميل جدا. وبعد كده هاجي هنا فور اتش، تمام، هنيجي هنا ناخده كل جوه الفور اتش واشيل دي عندي كده، واقول له هنا ريتيرن التوتال. طيب لحد هنا كده ممتاز. واخد نفس ال اف دي واجي هنا كده، او هاخدها كلها كده على بعض، واجي هنا اخد ده للبرودكت واقول له هنا البي دوت نيم والبي دوت برايس، واجي اخد دي نفسها هنا واقول له بس الجي دوت نيم، وبعد كده البرايس عندي هيكون بصفر. طيب لحد هنا كده ممتاز. انا رحت عملت الجيفت ايتم وخليت البرايس بتاعه يرجع لي بصفر. لو انا جيت هنا في البروجرام وقلت له هنا الكارت اللي موجود عندي دوت اد ايتم وقلت له نيو جيفت ايتم وقلت له النيم هنا ايكوال مثلا الماوس باد، وجيت هنا رنيت الابلكيشن قال لي ان الماوس باد بصفر والتوتال زي ما هو ب 500. طيب ممتاز جدا لحد هنا. جه البيزنس بعد كده طلب مني ان هو عنده بندل، البندل دي على بعض مجموعه من المنتجات في صندوق كده ليهم مثلا ديسكاونت معين، هتحسب مثلا البرايس بتاعهم وليهم مثلا ديسكاونت، لو انت خدت البندل دي على بعض السعر بتاعها هيبقى مخفض عن السعر الرسمي بتاعها. طيب عشان خاطر اعمل كده جيت هنا رحت عامل اد نيو كلاس سميته بندل، وجيت هنا في البندل قلت له هنا بابليك، جيت هنا قلت له بروب، قلت له string name، وبعد كده قلت له بياخد عندي ليست من البرودكت اسميهم مثلا ايتمز، واجي هنا اديله الديسكاونت ديسمال للديسكاونت، البندل ده على بعضه ليه ديسكاونت. طيب لحد هنا كده ممتاز. هاجي بقى على الكارت اللي موجود عندي او الكلاس بتاع الكارت، المفروض هاجي هنا كمان اقول له else if ان الايتم از بندل، اقول له بيو مثلا، واجي اقول له هنا التوتال بلس ايكوال البي يو دوت ايتمز دوت سم، الف على كل الايتمز اللي جوه البندل نفسها ويعمل سم للايتمز دي ايتم، اقول له ايتم دوت برايس، هيلف على البرايس بتاعهم، واقول له في الاخر ناقص البي يو دوت ديسكاونت، هيلف على الايتمز اللي موجوده كلها في البندل ويجي في الاخر ياخد الديسكاونت ده ويطرحهم من البندل نفسها. طيب لحد هنا كده ممتاز. هاجي هنا اخد ال اف، انا هنا مجهز ال اف بتاعتها، اجي اخدها هنا كوبي واقول له هنا بيست. هنا لو هو ال اف ان الايتم از بندل هيخش هنا عشان خاطر يجيب كل برودكت والبرايس بتاعه، ولو هو الايتم اللي جواها جوه البندل نفسه بجيفت هيرجع البرايس بتاعه بصفر، وبعد كده يطرح الديسكاونت اللي موجود عندي في الاخر. طيب هاجي هنا في البروجرام كلاس واجي اقول له هنا var bundle equal new bundle، تمام. بعد كده هاجي هقول له اول حاجه النيم واسميها مثلا equal back to school، بعد كده اديله الايتمز اقول له هنا equal new، اقول له list of product، واجي هنا افتح قوسين واقول له new product، اديله البرودكت الاول اللي هو مثلا وليكن النيم بتاعه لابتوب والبرايس وليكن مثلا 2000. بعد كده اقول له مثلا ادابتر ب 500 مثلا، واقول له هنا مونيتور ب 1000. طيب ممتاز جدا. هاجي هنا بعد كده اقول له بقى الديسكاونت بتاعي هيكون 500.
انا هنا رحت عملت البندل بتاعي، هو مجموعه من الايتمز او مجموعه من المنتجات اللي موجوده عندي، كل ايتم ليه برايس، وفي الاخر بديهم ديسكاونت عشان خاطر هو شاري بندل على بعض. فهاجي هنا بعد كده اقول له اد ايتم وادي له البندل. طيب جميل جدا. هاجي ارن الابلكيشن اللي موجود عندي، هيطلع لي هنا الماوس ب 200 والكيبورد ب 300، وبعد كده الماوس باد اللي هو الجيفت ايتم بزيرو، والباك تو سكول طلع لي ب 3000، وبعد كده التوتال كله ب 3500. البندل هنا احنا قلنا 2000 وده 1000 3000 3500، انا عندي الديسكاونت 500 طلعوا ب 3000 بس، وحسب لي التوتال بتاعي. طيب جه بعد كده البيزنس قال لا ده احنا عندنا ممكن يكون في جوه البندل بندل ثانيه. طب يعني ايه؟ يعني انا عندي البندل دلوقتي المين بندل الاساسيه هي عباره عن اللابتوب والادابتر والمونيتور. قال لا احنا ممكن اللابتوب يكون عندنا هو عباره عن بندل جواه كيبورد وماوس ويتاخدوا مع بعض كبندل، يبقى انا عندي بندل جوه بندل. طيب عشان خاطر اعمل الموضوع ده المفروض هاجي هنا اعمل ايه بقى؟ المفروض اجي انا هنا اعمل ريكيرجن عشان خاطر اخش على بندل جوه بندل جوه بندل والف على البرايس بتاع كل بندل فيهم عشان خاطر اوصل في الاخر للي انا عاوزه. طيب والكلاس بتاعي انا هنا كسرت مبدا الاوبن كلوز، كسرت مبدا السنجل ريسبونسابيلتي وشغال عشان خاطر اطلع الاوتبوت اللي هم محتاجينه، بس وصلت لدرجه ان خلاص الكلاس بتاعي ما بقاش فيه اي حاجه ثانيه ان انا اقدر اعملها. يعني هضيف ريكيرجن وكل ما نضيف يعني حاجه جديده هروح في نفس الكلاس واقعد اعمل اف ويلز. طب ايه الهدف في الاخر؟ الهدف في الاخر ان انا عاوز الكلاس بتاع الكارت اللي موجود عندي اتعامل مع العنصر الفردي والعنصر اللي جواه عناصر، يعني البندل او البرودكت لوحده او الجيفت ايتم لوحده، اتعامل معاهم بنفس الطريقه من خلال انترفيس. يعني كلهم اتعامل معاهم معامله مساواه بينهم كلهم، جالي بندل او جالي جيفت ايتم او جالي برودكت اتعامل معاهم بشكل كامل كانه انترفيس واحد، هو ده اللي بتعامل معاه ايا كان النوع اللي جاي. فهو ده الكومبوزيت. فعشان خاطر نفهمها خلينا نشوف هنعمل ايه في الكومبوزيت. هنا اول حاجه هنيجي نعملها هنيجي نعمل هنا انترفيس هسميه اي كارد ايتم. بعد كده هاجي هنا اقول له بابليك وادي له الميثودز بتاعتي. اقول له اول حاجه ديسيمال واقول له الجيت برايس، وبعد كده اقول له فويد برنت هدي له انت اندنت ايكوال 0. ده بس عشان خاطر ابرنت الاوتبوت اللي موجود عندي على هيئه تري يعني. طيب بعد كده هاجي هنا في البرودكت هقول له امبلمنت الاي كارد ايتم. بعد كده هعمل امبلمنتيشن للميثودز نفسها. هنا هقول له ريتيرن البرايس. طيب ممتاز جدا. وهنا هاجي اخد البرنت اللي موجود عندي زي ما هو انا كنت مجهزهم عشان خاطر بس ان احنا نطبع الاوتبوت كتري عندنا. تمام. هنا انا رجعت البرايس. هاجي بعد كده نفس الكلام هعمل مع الجيفت ايتم، برضه هقول له امبلمنت الاي كارت ايتم، وبعد كده هعمل امبلمنت هرجع هنا ريتيرن، هنا هيريتيرن 0. طيب ممتاز جدا. وهاجي برضه نفس الكلام في البرنت، هاخد البرنت زي ما هو كده ان انا بطبع البرنت عشان خاطر احافظ على المسافات بتاعه التري اللي موجوده عندي عشان خاطر في الاوتبوت. طيب هاجي بعد كده في البندل اخليه برضه امبلمنت الاي كارت ايتم واخليه ينزل الميثودز بتاعته. هنا في الجيت برايس هاجي اقول له ايتمز دوت سم، وبعد كده اقول له ان الايتم ايكوال ايتم دوت جيت برايس، وبعد كده اقول له ماينس الديسكاونت. طيب ممتاز جدا. هنا اقول له بس ريتيرن. هنا هيعمل لي نفس اللي هيتعمل في الريكيرجن، هيخش على الايتم هيلاقي الايتم ده عباره عن برودكت عادي، هيرجعه بالسعر اللي موجود بتاعه، ولو في ديسكاونت هيديني الديسكاونت. طب لو البندل ده جواه بندل تاني هيخش يجيب الاوبجكت نفسه ويخش عليه يجيب البرايسز اللي موجوده عنده ويخش على الديسكاونت يطرح منهم الديسكاونت ويرجع لي في الاخر البرايس كتوتال للبندل اللي موجود عندي ده. طيب وهنشوف برده الاوتبوت معانا. هنا هاجي برده اخد البرنت اللي موجود عندي، انا مجهز البرنتس عشان خاطر زي ما قلت لكم اللي هو واحنا بنوتبوت نرجع الشجره نفسها. تمام. هنا بس انا عملت ان انا سبت مسافات عشان خاطر في التري بتاعي تظهر المسافات. تمام. فجيت هنا خلصت البرايس وخلصت البرنت. بعد كده هاجي هنا اقول له ده اي كارت ايتم واجي اعمل له انيشاليزيشن. هنا اقول له مثلا تي ار واقول له في البندل اللي موجود عندي اقول له الايتمز دي ايكوال نيو ليست اوف اي كارت ايتم. طيب جميل جدا. وهاجي برضو اعمل هنا عشان خاطر انا هضيف البندل ده بيبقى عباره عن ليست من العناصر، فالمفروض ان انا اعمل ميثود عشان خاطر اد الايتمز دي. اقول له بابليك
void add، وادي له عندي هنا اي كارت ايتم، واقول له الايتم، وبعدين اقول له في الاخر ريتيرن، وبعدين اقول له في الاخر هنا الايتمز دوت اد الايتم اللي موجود عندي. طيب لحد هنا كده ممتاز جدا. هنا هاجي اعمل نيو كلاس اسميه مثلا وليكن نيو شوبينج كارت. طيب في النيو شوبينج كارت ده هقول له هنا بابليك. هاجي بعد كده اول حاجه ارجع عندي الليسته اللي موجوده عندي، اقول له برايفت ريد اونلي، واقول له ليست. كان عندنا هناك ليست اوف اوبجكت، هنا هتبقى اي كارت ايتم، تمام، اي حاجه من نوع اي كارت ايتم، وبعدين اقول له هنا ايتمز واقول له ايكوال نيو. طيب لحد هنا كده ممتاز. اجي بعد كده اقول له public void add item، اضيف ايتم من نوع اي كارت ايتم، اي نوع بقى من اي كارت ايتم اللي هو باندل او جيفت ايتم او برودكت اي نوع، واقول له هنا الايتم، تمام. واجي هنا اقول له اندرسكور ايتمز دوت اد، واضيف عليها الايتم اللي موجود عندي. هاجي بعد كده بالميثود الثانيه اللي هي الكالكوليت توتال، اقول له public decimal calculate total، وهاجي هنا هرجع اندرسكور ايتم دوت سم، وبعد كده هقول له الاي دوت جيت برايس، هيرجع لي الجيت برايس لكل الايتمز اللي موجوده عندي. الجيت برايس اللي هنا اللي هي في الانترفيس نفسه، فاذا كان هو برودكت هيجيب لي الجيت برايس بتاعت البرودكت، ان كان هو بندل هيخش على البندل ويجيب لي الجيت برايس اللي موجوده هنا في البندل، اللي هو بيخش يجيب البندل اللي جوه بندل البرايس بتاعتها. طيب لحد هنا كده ممتاز جدا. هاجي بعد كده البرنت هاخده برده زي ما هو هنا كوبي بيست، واجي احطه هنا بيست. كل اللي انا عملته ان انا جيت هنا كالكوليت توتال، جيت هنا جبت الايتمز بتاعتي كلها بس اديتها المسافات عشان خاطر تكون على شكل تري، ورجعت طبعت اللي هو التوتال الموجود عند التوتال برايس لكل الايتمز اللي موجوده. فانا هنا في النيو شيبنج كارت انا كل اللي انا عملته خليت كل الايتمز البندل اللي جواه بندل، او كان برودكت لوحده او كان جيفت ايتم ايا كان، كلهم عنصر او عده عناصر هيتعاملوا مع حاجه واحده، انترفيس حاجه موحده هيتعامل مع الشيبنج كارت ايا كان بقى اللي هتديه له بعد كده هو هيقبله. جيت ضفت اي فيتشر جديده موجوده هنا هو يتعامل معاها، مش هلمس الكلاس ده تاني خالص. فهاجي هنا في البروجرام كلاس، خلينا نكومنت ده كده، وهاجي هنا اقول له var مثلا ماوس، اقول له equal new product، واجي ادي له هنا النيم equal ماوس، والبرايس equal مثلا وليكن 200، تمام. هاجي بعد كده اعمل كنترول دي اعمل كنترول، هاجي هنا اقول له كيبورد، واقول له هنا الكيبورد وادي له مثلا وليكن هنا 300، تمام. انا بس اقول له كده equal new، وبعد كده في عندي لابتوب، واقول له هنا لابتوب دي كلها برودكتس عندي، اقول له مثلا وليكن ب 2000. في عندي مونيتور، طيب المونيتور اللي عندي دي مثلا وليكن ب 1000. وفي اخر حاجه مثلا الادابتر، اقول له مثلا ب 800. وفي عندي الجيفت ايتم، اقول له هنا فور مثلا ستيكرز، واقول له الستيكر ده هنا كده ستيكر من نوع جيفت ايتم، والبرايس بتاعه احنا عارفين ان هو بزيرو، تمام. فانا هنا جيت عملت البرودكتس كلها اللي موجوده عندي اللي هو 6 برودكتس، منهم 5 برودكت عاديين وفي واحد جيفت ايتم. هاجي هنا اقول له فار، اقول له لابتوب بندل، هقول له ايكوال نيو بندل، وبعد كده اديله هو محتاج مني، اقول له هنا كده اقول له النيم ايكوال لابتوب بندل، وبعد كده هديله مثلا الديسكاونت، اقول له الديسكاونت بتاعي مثلا 500. طيب جميل جدا. بعد كده هاجي اقول له ان اللابتوب بندل
دوت اد. هجمع بقى البندل الخاصه باللابتوب. اول حاجه الماوس، تاني حاجه اللابتوب بندل دوت اد، هقول له الكيبورد، وبعد كده اقول له ان برضو اللابتوب بندل دوت اد، وادي له اللي هو الجيفت ايتم اللي هو الستيكر، واخر حاجه هقول له ان اللابتوب بندل دوت اد، وادي له هنا لابتوب. طيب لحد هنا كده ممتاز. انا عملت البرودكت بتاعتي، اخترت البرودكت بتاعتي وعملت البندل بتاع اللابتوب في الاربع حاجات دول. طيب لحد هنا كده ممتاز، واديته الديسكاونت بتاعه اللي هو 500. يعني هاخد البرودكت دي واجمعهم على بعض واعمل ديسكاونت 500 عشان خاطر هم كلهم في بندل واحد اللي هو البندل بتاع اللابتوب. طيب بعد كده هاجي اعمل فار مين بندل، اقول له ايكوال نيو بندل، وهدي له هنا المين اوفر، وادي له هنا الديسكاونت، هدي له هنا كده اقول له النيم بتاعه ايكوال مين اوفر، وادي له هنا الديسكاونت ايكوال مثلا 1000. طيب كده انا عملت البندل الثاني اللي هو المين بندل. لما اجي اقول له هنا بقى المين بندل، ممكن اجي اقول له هنا المونيتور زي ما احنا قلنا مونيتور، بس هنا اقول له دوت اد، واجي بعد كده اقول له مين بندل دوت اد، وادي له هنا الادابتر، وفي نفس الوقت اقول له المين بندل دوت اد، وادي له اللابتوب بندل. فانا زي ما انا قلت بندل جوه بندل، عندنا اللابتوب ده بندل، وانا عندي المين بندل اللي هو الكبير فيه المونيتور والادابتر دول مع بعض في نفس البندل، ومعاهم اللابتوب بندل اللي هو فيه اللابتوب والكيبورد والماوس والستيكر. فهو ده الشكل اللي انا بتكلم فيه، اللي هو بندل جوه بندل جوه بندل، وانا بتعامل معاهم في الاخر في الكارت اللي موجود عندي ان هم حاجه واحده اللي هو اي كارد ايتم بس. فهاجي بعد كده هنا اقول له فار كارد، بعد كده اقول له نيو شيبنج كارد، وبعد كده اقول له الكارد دوت اد، وادي له المين بندل اللي موجود معايا. تمام. وبعد كده اقول له الكارد دوت برنت. هنيجي هنا نرن الابلكيشن. طب لو انا جيت بصيت للاوتبوت اللي عندي، خلينا نطلع ده كده هنا عشان خاطر نقدر نشوف اللي حصل. طيب هو قال لي المين اوفر والتوتال ب 2800. طيب ازاي حصل 2800؟ لو انا جيت اول حاجه اللي هو البرودكت اللي هو المونيتور ب 1000 والادابتر ب 800 وعندي اللابتوب باندل ب 2000، فانا عندي ادي 3800، وانا عندي هنا واخد في المين اوفر واخد ديسكاونت 1000 فبقوا 2800. طب لو احنا جينا بصينا لل 2000 اللي هنا ليه اللابتوب باندل خد 2000؟ لان انا عندي اللابتوب ب 2000 والكيبورد والماوس دول ب 500، ف 2500 وانا واخد هنا ديسكاونت 500، فقال لي ان هم كلهم على بعض ب 2000، وخدت كمان المين اوفر نفسه اللي هو بتاع البندل او المين بندل، فاصبح التوتال عندي ب 2800. فهو ده الكومبوزيت ان هو بيعمل لي التري اللي احنا شايفينها دي. وفي الاخر انا عندي النيو شيبنج كارد، في الاخر هو تعامل مع حاجه واحده اللي هو انترفيس اسمه اي كارد ايتم، بغض النظر اللي جاي لي هو لسته من العناصر او بندل جوه بندل او هو برودكت واحد او جيفت ايتم، ايا كان النوع اللي جاي لي هو مش فارق معايا، هو بيتعامل في الاخر مع انترفيس واحد او وجهه واحده للتعامل. فهو ده الكومبوزيت. فانا عارف ان الدرس ممكن يكون تقيل شويه، فلو حد عنده اي استفسارات عن الكومبوزيت يكتبها في الكومنتات، واتمنى يكون وصل للناس، واشوفكم في درس جديد، وهسيب لكم ان شاء الله رابط الكود في الديسكربشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.